الاهلي يجامل اكتر من اي نادي في مصر، والنادي الاهلي يجامل اكتر من وموضوع الست نقط قدامي ومش هرجع في ده وجهه نظره يا جماعه، يعني الاهلي بيعمل معامله خاصه، الاهلي نادي الدوله وبيعمل معامله خاصه. طب خلاص ادي المايك لكيشو يا جماعه. بصوا يا شامون، لو احنا الاثنين مؤجرين عماره تمام او مؤجرين في عماره بس ركز في حاجه برضه، المجامله مش هي سبب المشكله، انا شغال غلط. بس مش اقول لك انت ما بتتكلمش زي لا انت قلت اعترفت على فريقك. قرب المايك بس يا اتهمت فريق انه الاهلي اكتر فريق بيتجامل في مصر. انا بقول لك لو احنا الاثنين مؤجرين شقه من صاحب عقار، وصاحب العقار ده ساكت عليك 20 سنه ما بياخدش منك ايجار وبياخد مني شهر بشهر، يبقى صاحب العقار ده بيدعمك ولا لا؟ اجابه صريحه. قصدك قصه الارض؟ ايه؟ لا انا قصه الارض بحملها للنادي بتاعي، انا قصه الارض محملها لمجلس اداره. مش بتكلم على موضوع الارض، انا بتكلم على الضرايب، بتكلم على شركه الكهرباء، بتكلم على اتحاد الكوره، بتكلم على كل شيء. في مليار جنيه ديون سياديه وخاصه بالدوله والضرايب وكل شيء على الزمالك. اذا الدوله بتدعم الزمالك بمليار جنيه ومش بتطالبك بيها، في وقت ان هي كل نادي لو الاهلي ما دفعش 8 مليون جنيه عشان كهرباء ادفع يا انا ما اعرفش المعلومات دي، بس لو انت لا يعني ده حقيقه يعني بالمناسبه اقول لك كهرباء اللاعب مش كهرباء عشان بما انها كهرباء اللاعب 8 مليون جنيه عشان كهرباء اللاعب صح سكينه يعني كارت فوري كهرباء. لا كهرباء اللاعب تمام. ما هو انت برضه ما ينفعش تطلع من مصالح وكهرباء وتامينات وضرايب تيجي تقول كهرباء، يعني سبت كل امثله وسبت الكهرباء. ماشي، فهمت قصدي. انا مش مختلف معاك ان انت بتتكلم عن ناديك ان هو نادي فيه مشاكل، وفعلا اداره النادي الزمالك مش مقدره كيان نادي الزمالك، هو كيان كبير. وعلى فكره عشان ما تنساش، انا اول واحد في السوشيال ميديا قلت ان الزمالك من حقه يفتخر ويبروز ان نادي الزمالك هو الاكثر تتويجا في القرن العشرين. انتوا بقالكم 20 سنه سايبين الانجاز الحقيقي وماسكين في حاجه بتاعتنا يعني كده. بس انا عايز اكون شابوني بجد من احسن الزملكاويه اللي بتتكلم بعقل، وكل يوم مننا كل احترام الحقيقه يعني. من هنا خلص الكلام، ومن هنا سقف لكيشو بس خلاص.